السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني. كل سنة وانتم طيبين. نبدأ الفيديو بتاعنا كده بالصلاة على النبي عليه افضل الصلاة والسلام. بصوا بقى، انا جيت افتح تلاجتي بصراحة ما لقيتش عندي خضار خالص، والدنيا كلها كانت بايظة، يعني ما فيش اي حاجة اعملها. عايزة اعمل اكل ما فيش، عايزة اعمل سلطة ما فيش. قلت ما بديهاش، لبست هدومي ونزلت. رحت فين؟ رحت على محل الدعاء للخضار. المحل ده عندنا في العاشر من رمضان في الموقف. فنزلت بصراحة لقيت اسعاره حلوة قوي. الخضار طازة، بيترص بشكل حلو. اي حاجة انت نفسك فيها بتلاقيها، اوانها او غير اوانها بصراحة. واسعارهم مش اوفر. فبصراحة خدت بعضي وطلعت على هناك، والخضار كان شكله يفتح النفس. بصوا، كنت عايزة اجيب كل حاجة كل حاجة كل حاجة. بس بصراحة انا ما بحبش اجيب اي حاجة غير الحاجة اللي تلزمني او تخصني او انا محتاجاها وهعملها. انما اجيب اي حاجة وتبوظ وتترمي حرام. لان كده كده ربنا هيحاسبنا على الفلوس وعلى الحاجة دي ان هي اترمت وما استخدمناش. المهم انا حبيت ان انا اوريكم واعرفكم اسعار الخضار هناك. الاسعار هناك كانت حلوه جدا. فاكهه او خضار بامانه كانت جميله جدا، وكان عندهم كل حاجه. وكانت كل حاجة موجودة، يعني أي حاجة بتتمنيها أو بنفسك فيها أو مش لاقيها في محلات خضار عادية. المحل ده فيه كل حاجة، لغاية العسل موجود، لغاية الحاجات للناس اللي هي شغالة وموظفين وما بيلحقوش يقوروا بتنجان كوسة الكلام ده كله. الحاجات دي كلها موجودة عندهم. أسعار الفاكهة كانت حلوة جدا. ما كانتش اوفر قوي بالنسبة للغلاء الأسعار اللي احنا فيه، لا الأسعار كانت كويسة بصراحة. فأنا جبت كل حاجة، ما جبتش كميات. انا جبت الكميات اللي على قد استخدامي. وكان لسه في بامية عندهم موجودة، والبسلة موجودة، والكوسة، وما شاء الله الخضار شكله يفتح النفس. البتنجان كان تحفة. كان دوت او المخدد او العروس ما شاء الله. كان عندهم بردك القرع ما شاء الله، الله اكبر. كان عندهم كل حاجه. بصوا الوان الحاجه الله اكبر، تفتح النفس، تحس ان الخضار لسه مجموع بيلمع ما شاء الله. والاسعار مش اوفر بصراحه. فانا جبت من عندهم، وعجبني خضارهم جدا، لان كمان لما بيقعد عندي في التلاجة ما بتبلش بسرعه، ما بيبصش بسرعه. فروحت بقى وسوقت من هناك، وقلت كده كده هياها. هو بس عشان خاطر انا بركب مواصله، بس قلت هياها اجيب حاجه كويسه ونظيفه. حتى لو همشي لها مشوار احسن ما اجيب حاجه دبلانه ووحشه وما تقعدش عندي. فروحت بقى وكده كنت بوريكم كل اشكال الخضار. وهوريكم دلوقتي احنا جبنا ايه. انا جبت كمان لفت عشان اخلله معاكم ان شاء الله باذن الله. هتشوفوا المشتريات بتاعتي ان شاء الله. وكان البصل عندهم تحفه، كان عندهم الابيض وعندهم الاحمر وما شاء الله. يعني انت مش محتاجه تنقي. هو المحل اسمه الدعاء للخضروات في الموقف. ودي ارقام تليفوناتهم لو حد عايز يطلبهم، على فكره عندهم توصيل. بصوا بقى، انا كده كنت روحت البيت خلاص. جبت ايه يا ماجدة؟ انا جبت تفاح. هو كان ب 32، انا جبت كيلو وي. عشان خاطر ولادي عاملين ريجيم، فهو ده الفاكهه ليهم كانت برتقان او تفاح، فكل واحد فيهم هياخد واحده. فكده كده هيكفيهم ان شاء الله الاسبوع لغايه ما يرجعوا للدكتور. جبت موز، بس الموز ده بصراحه ليه انا وياسين وباباهم، لان هما ممنوع عنهم الموز في الرجيم في الاسبوع ده. وجبت كيوي. كيوي حلو قوي، فيه قيمه غذائيه عاليه، وعايزه اعمل لهم منه حاجات كتير يعني بصراحه. جبت نص بس لان هو كان ب 60، فجبت نص على قدي. نفسي في الحاجه اجيبها بس على قد. جبت البطاطس من عندهم كانت ب 12 جنيه، بس عشان مش مسكره. بس كانت حلوه قوي. جبت البتنجان. انا عايزه عروس وعايزه رومي عشان خاطر هما ليهم بتنجان ماشي الاسبوع ده. فبصراحه جبت ايه، كيلو ونص من ده على ده. عشان خاطر بصراحه ما اجيبش الحاجه وتبوظ، لان خاطر لما بيقعد في التلاجة كتير بيبوظ. جبت كيلو ونص من ده على ده بصراحه، عشان ادحرج منه اعمل منه انا عايزاه. جبت الخسايه دي تحفه وحجمها ما شاء الله. خسايه كابوتشا جبتها ب 10 جنيه، هنا بجيبها ب 8 جنيه و9 جنيه، صغيره ومش حلوه وبتبقى بايظه من جوه. جبت ايه تاني يا ماجدة؟ جبت خضرة. انا جبت خضرة يا حبايب قلبي كمان. الخضرة كانت عبارة عن جبت من كل نوع حزمة واحدة. حزمة واحدة يا ماجدة، ايوه حزمة واحدة عشان ما تبص. وان شاء الله هوريكم طريقة حلوة قوي تظبطوا بيها الخضار في التلاجة، جميلة ان شاء الله الفيديو الجاي. جبت كمان جزر نص كيلو. بس نص كيلو يا ماجدة يعمل ايه؟ ما انا مش ما بحتاجوش غير لو في سلطة. وكده كده انا مخزنة عندي لو هعمل عدس او حاجة. جبت كمان اللفت دوت تحفه. كان لسه بصوا ما شاء الله، يعني طنتوا عليه، يعني اللي هو لسه طازه. جبته هوريكم بغسله ازاي، وهوريكم ان شاء الله هنعمله ازاي. جبت ده بقى حاجه كده لازم كل ست تستخدمها. ده كده سحر للست، يخلي خدودك حمراء، شعرك قوي، ما عندكيش انيميا. ايه ده يا ماجده؟ ده البنجر. بنجر يا حبايبي، ده وهم. انا بخزنه في الفريزر وبحطه على عصير، بحطه على السلطه. والله والله وهم للانيميا وللناس اللي عندها كانسر. حلو قوي، بيرجع الدم، كرة الدم زي ما هي تاني. حلو قوي في ايام الدوره. حلو قوي للستات. حلو جدا. بصي هو سحر للست. ده صيدليه كامله متكامله للست بصراحه.
بصوا يا حبايب قلبي، كمان انا جبت ايه ده، ده العشق عندي بالنسبه لي، ده الجنزبيل الفريش. انا الكيلو كان ب 80، طبعا انا مش محتاجه منه غير كميه صغيره لان هي الشريحه بتكفيني. فانا جبت منه ربع كيلو، ربع الا يعني، ب 18 جنيه. دوت حلو قوي مع شرايح ليمون في ميه تشربوا طول النهار، ديتوكس للجسم كله، بينقي السموم من الجسم، حاجه حلوه قوي. بموت، انا بعشق الكرنب الموف دوت في السلطه، فيه مضادات اكسده، اي حاجه زي كده. كمان اللهم صل وبارك على سيدنا محمد، الفلفل الالوان فيه مضادات اكسده، اي حاجه ملونه فيها مضادات اكسده ومضادات للسرطان، في حاجات حلوه قوي، فلازم يبقى ده في اكلنا لاولادنا. دي ب 10 جنيه بتكفيني فتره كبيره جدا. جبت كمان الكوسه، كانت هناك ب 12 جنيه، جبتها عشان خاطر ان شاء الله هوريكم طريقه حلوه قوي تعملوا بها كوسه من غير دهون، تنفع للدايت، تنفع في عزومه، تنفع في اي حاجه، ومن غير دهون ومن غير صلصه، حاجه كده جميله جميله جميله. ان شاء الله استناها في الفيديوهات الجايه ان شاء الله باذن الله، نعملها مع بعض. فانا عايزاكم لما تنزلوا تشتروا خضار، اشتروا اللي انتم محتاجينه بس. وان شاء الله نتقابل في فيديو جديد، بحبكم في الله.